يلا بينا بقى موسم الزيتون ونخلل الزيتون بطريقة معتمداها من 6 سنين، وبيطلع تحفة وبيقعد معايا من السنة للسنة. انا هقولك هنا المقادير لكيلو زيتون واحد. خلاص، هنجيب الزيتون نغسله غسلة كويسة جدا، وننضفه طبعا من العناقيد بتاعته دي، في زيتونة مثلا مهرية او حاجة بشيلها. تمام. وانقعه في ميه من الحنفيه لمده يومين، وما تستغربوش دي طريقتي، وان شاء الله بيطلع الزيتون سكر كده. لمده يومين بغير الميه الصبح وبالليل. خلاص، بس طبعا حطيها في حاجه اكبر شويه. بعد ما بيتنقع بجيب الزيتون كده من عند العنقود، باخده لفه كده بالسكينه، او ممكن نص لفه. خلاص. طيب المقادير اللي معايا: لكيلو جزرايه مبشوره، فلفل مطحون، عصفر وحبة البركة، ورقتين لورا، وعودين كرفس. طبعا لو انت بتحبيه حامي حطي الفلفل المطحون حامي، انا حاطاه بارد. ومعانا هنا شبشب من الليمون المعصور وسايبه القشر بتاعه. خلاص، والملح طبعا. هنيجي هنا على الزيتون، هحط كل اللي انتوا شايفينه ده: الفلفل بقى والجزر والعصفر وحبة البركة وفصين توم. معلش التوم ما ظهرش هنا في الفيديو عشان نسيته. و... والكرفس. اقلب بقى تقليبة كويسة، مش هينفع التقليد ده طبعا. ايدي تدخلت في الموضوع وقلبت تقليبة كويسة جدا. خلاص. ده الليمون المعصور. الزيتون يا جماعة بيتخلل في مية الليمون، مش مية عادية ولا مية مغلية. طيب حطيت فنجان خل على الكيلو، فنجان خل. وحطيت معلقة صغيرة كده من الزعفران، ده بقى اللي بيخلي لونه اصفر وحلو جدا. خلاص. البرطمان بتاعي ازاز بلاستيك اللي يريحك، بس اهم حاجة يكون مغسول غسلة كويسة ومتعقم. حطيت الزيتون بتاعي، وهحط بقى المية بتاعة التخليل. فيها ايه؟ فيها سنة زعفران وملح. ما نحطش خل نهائي، زيتون ما بتحطلوش خل. خلاص. هجيب بقى القشر ده، لازمته ايه؟ لا قدر الله انت مش قافله البرطمان كويس، دخله هوا من هنا او من هنا، او طاره لا قدر الله عفن. العفن هيطول قشر الليمون مش هيطول الزيتون. خلاص. ساعة لما هنيجي نفتح عليه هنشيل كل الكلام ده من على الوش. خلاص. وطبعا يبقى الزيتون مغمور جوه تحت المية. هاجي بقى هنا هحط يعني مثلا بتاع 4 5 معالق زيت، برضه عشان احفظه. وهقفله بقى قفلة كويسة. انا بعد ما قفلته هنا فتحت تاني، هحط بس كيس تلاجة كده فاتحاه نصين، واحط كيس تلاجة عشان ما يدخلوش اي هوا. اسبوعين 2 او 10 ايام بالكتير هتاكلي احلى واطعم زيتون. لو انت هتخلليه ان شاء الله لرمضان، ما تعملهوش فتحة اللي احنا فتحناها بالسكينة في الاول خالص. هيقعد معاكي من السنة للسنة ان شاء الله، واحلى طريقة للزيتون. وهتدعولي عليها. كل سنة وانتم طيبين وبألف هنا وشفا.